افتتاح المتحف المصري الكبير طبعا انجاز واحتفال كان مميز جدا مبهر. حاجة اميزنج حاجة جامدة جدا. كان حفلة كويسة جدا وحفلة عالمية وانجاز كبير. افتتاح المتحف المصري الكبير هنتكلم عن المعلومات وحاجات كتيرة عن المتحف، فيعني استنوا. يعني المتحف عندنا المتحف المصري الكبير بيضم 57 ألف قطعة وممكن يوصلوا ل100 ألف قطعة. طبعا المتحف اتبنى على مدار حوالي تقريبا 17 سنة، بس طبعا كان في توقفات كتيرة بسبب الأحداث والمشاكل اللي حصلت في مصر، وطبعا الحاجات اللي حصلت والكورونا وحاجات كتيرة فعطلت بناء المتحف. بس يعني لو حسبناهم كلهم قول مثلا 17 سنة. يعني طبعا تكلفة المتحف بناء المتحف مليار دولار، تكلفة كبيرة طبعا، بس هو هيجيب أكتر من كده. سنة التأسيس 2002. وطبعا عندنا كمان في مصر يعني كده بقى 84 متحف في مصر. وعندنا طبعا في المخازن بتاعة المتاحف أكتر من 2 مليون قطعة أثرية. وطبعا اللي شارك في الحفلة عندنا كانت الحفلة طبعا العزف والآلات، الفرق الموسيقية كانت عندنا طبعا مشاركين من اليابان وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، طبعا بقيادة المايسترو ناير ناجي، وطبعا والموسيقار اللي ألف الموسيقى وكل حاجة هشام نزيه الموسيقار الكبير. وطبعا كانت مقدمة الحفلة واللي عملت استعراضات شريهان طبعا. وعندنا طبعا كان اللي هو استعراض بتاع بناء الهرم والشو اللي حصل والدمج بتاعت الآثار بقى في حتشبسوت وأبو سمبل، في طبعا في الأقصر وأسوان وكل بقى الآثار المصرية وشارع المعز والقلعة، والدمج بين طبعا الإسلام والديانة المسيحية. طبعا كان تدخل في حاجات كتيرة والابتهالات والحاجات بتاعت المسيحيين، فكان دمج كتير في الحفلة. وطبعا الانتقالة بتاعت الترانزيشن عجبتني، الترانزيشن بتاعت اسكندرية اللي حصلت في المتحف. الناس عدت كده، وطبعا الحاجات دي متجهزينها، يعني هتكلم لسه على الحفلة. اعتقد بنسبة كبيرة هم الحاجات دي بتبقى متصورة قبلها. طبعا في المونتاج طبعا بيبقى فيه مونتاج لايف، بيبقى ما بين اللايف والبلاي باك اللي هو متسجل قبل كده، فبيشتغلوا على الاتنين اللايف والبلاي باك. طبعا بيبقى فيه طبعا محضرين والمونتير بيشتغل على طول وبيعرض. فكانت حفلة مبهرة جدا. طبعا شركة ميديا هوب عملت إنجازات قوية جدا في الحفلة، شركة سعدي جوهر، فيعني حاجة كويسة جدا وكان إنجاز قوي. وطبعا في شركات كتير مشاركة كمان، حاجة قوية. وهنتكلم كمان عن المتحف في حاجات تانية. عندنا مسلة الملك رمسيس الثاني، طبعا وزنها 87 طن، يعني 87 ألف كيلو، ارتفاعها 16 متر، أول مسلة معلقة في العالم. فيعني حاجة جامدة جدا. أطول المسلات الخاصة بالملك تقف شامخة في ساحة مساحتها 30 ألف متر، حاجة كويسة. نقشت عليها على جوانبها اسم